النائب رياض عبد الستار. شكرا يا معالي الرئيس. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. صرخة من كل أبناء الشعب المصري ومحافظة المنيا ومركز وبندر ملوي بخصوص قانون البناء والتصالح. سيدي الفاضل، نرفع هذه الاستغاثة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحياة توقفت، الناس اتخنقت، جابت آخرها. عندنا التصالح موجود في الأدراج في الوحدة المحلية في ملوي بقاله سنتين. صك الغفران وصك الرحمة نموذج 3 ونموذج 10، وكأنهم هيدخلوا المواطنين الجنة. الناس جابت آخرها يا معالي الوزير. الوحدة المحلية في ملوي ومحافظ المنيا أداء سيء ولا يليق. منظومة القمامة تملأ الشوارع سيد الفاضل. مفيش مواقف عندنا للسيارات. الباعة الجائلين يغلقون الشوارع بدون أي ضابط وبدون رقابة. لا تستطيع يا معالي الوزير أن تسير بأقدامك في شوارع مدينة ملوي التي يطلق عليها مدينة البشوات. مدينة ملوي أصبحت مدينة العشوائيات. سيدي الفاضل معالي الوزير، نعلق آمال كبيرة على توليكم الحقيبة من أهم الحقائب الوزارية في مصر لتخفيف المعاناة بناء على إطلاق الجمهورية الجديدة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بناء عليه سيد الفاضل، احنا بنناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق تعليمات صريحة لهذه الحكومة أن تفرج عن قانون البناء حتى تتنفس المواطنين وتستطيع أن تبني لها ولأبنائها. شكرا.